طبعا كلنا هنفتح الفيديو علشان عايزين نعرف ايه العنوان الغريب ده. ايه اللي مكتوب؟ هو ده فعلا حصل؟ ايوه حصل. انا هعرفكم كل جديد، بس هقول لكم الاول سلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. الفيديو هيعجبكم ان شاء الله، وهتسمعوا فيه حاجات كتير جدا هتفيدكم، من روتين، من بسلة طريقتها. زي ما انتوا شايفين انا جايباها وهعرفكم. فعلا انتوا مستعجلين، ما تجروش الفيديو علشان تعرفوا انا هقول ايه عن الملوخية اللي اتحطت على المحشي، ويا ترى كانت نتيجتها ايه، وهي فعلا حصلت ولا لأ. هي فعلا حصلت. واحدة أول مرة طبعا تدخل المطبخ، كانت لسه طبعا عروسة، أول مرة تعمل محشي، ما كانتش طبعا عارفة الفرق بين أي خضرة. آه، فكانت ما جابتش بقى كل الطلبات. فنسيت طبعا الخضار، راحت لمامتها قالت لها يا ماما أنا جبت كل الطلبات بس ما عنديش خضار. انت عندك خضار؟ قالت لها عندي، بس للأسف مش تحت في التلاجة، أنا عندي في الفريزر. هتلاقي الكيس عندك في الفريزر، خديه واعملي بيه، سيبيه لما يفك واعملي بيه المحشي بتاعك ويطلع حلو معاكي ان شاء الله. راحت علشان طبعا تاخد قولوا معايا، هتاخد ايه؟ الخضار بتاع المحشي. هتاخد ايه؟ خضار المحشي. للأسف ما خدتش خضار المحشي، لان هي مش عارفة الخضار من الملوخية. خدت كيس الملوخية على اساس هو ده خضار المحشي، وطبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل. عملت المحشي وجهزت كل حاجة وسابت الخضار طبعا يفك، سايباه يفك من التلج بتاعه علشان تحطه بقى على المحشي وتعمل الخلطة وتحشي المحشي. دي اخرة اللي ما بيدخلوش المطابخ قبل الجواز. إيه طبعا حطت الملوخية على المحشي، على الصلصة، وعملت بقى احلى محشي، وسوت المحشي وحطت المحشي. طلع المحشي عامل ايه بقى؟ اتخيلوا انتوا بقى المحشي كان عامل ازاي بالملوخية؟ واو! طبعا بيزحلق. بس كان حلو قوي. جوزها مرضيش يكسفها، وقال لها هو انت حاطه ايه على المحشي؟ قالت له حاطه خضار، وحاطه زي ماما قالت لي الصلصه والتوابل وكل حاجه. فبعدين كلمت مامتها يا ماما المحشي كان حلو، بس كان مزفلط كده. قالت لها مزفلط ازاي يعني؟ في محشي بيزفلط؟ قالت لها مش عارفه، هو طعمه غريب، نفسه فيه ملوخيه كده، بس مش عارفين هو في ايه، هو بيتعمل ازاي؟ قالت لها زي ما انا قلتلك، الطريقه سهله، يعني الطريقه مش صعبه. خضار، وبتسبكي الطماطم وتعملي البصل، كل حاجه بتبقى جاهزه معاكي. قالت لها يا ماما ما هو انا خدت الخضار، يمكن الخضار بتاعك بايظ عشان قعد في الفريزر. قالت لها لا، انا بستخدمه من الفريزر وبيطلع حلو معايا، وبجيب عليه كمان خضار من السوق وبكمل بيه. ممكن عشان انت ما كملتيش خضار من هو الطازة. قالت لها ممكن، بس مهما كان برضو عمره ما هيزحلق معاكي. راحت فين مامتها وهي بتفتح الفريزر بالصدفة، لقت اعداد اللي هي عارفة عندها كام كيس ملوخية وعندها كام كيس خضرة. اتصدمت صدمة عمرها. كانت الصدمة هنا، يا نهار ابيض، هي خدت كيس ملوخية بدل ما تاخد كيس خضار. اتاريها بتقول المحشي بيزحلق. ودي كانت النتيجة بتاعت المحشي اللي بيزحلق. وطبعا كلكم فتحتوا الفيديو عشان تعرفوا المحشي ازاي كانت نتيجته. فانا قلت لكم بقى الحكاية دي عشان كل واحدة تبقى حاطة خضرة عندها في الفريزر تاخد بالها، لسه جديدة وبتتعلمي. يا ريت تسألي قبل ما تعملي حاجة تعلمك. هتاخدي حاجة من عند ماما ما انتيش عارفة حاجة في المطبخ وما انتيش عارفة الفرق بين ده وده، هتسأليها يا ماما دي ايه. خلاص، علشان في حاجة تانية هقولها لكم، بس خليكم في الفيديو وما تجرهوش علشان حاجة هتفيدكم برضو. انا دلوقتي زي ما انتوا شايفين بعمل اللحمة. انا خلصت البسلة وخلصت الجزر. انا اللحمة بتاعتي بحب احط فيها حتة قرفة مع الورق اللورا، مع الكبابة الصيني اللي انتوا شايفينها اللي هي المدورة دي، طماطم وبصلة، وطبعا الملح مش بنحطه غير في الاخر. اول ما المية بتغلي بتنزلي اللحمة بتاعتك، تستني تاخد غلوة، تشيلي الرغوة بتاعتها.
بحط لها بعد ما بشيل الرغوه البصله والطماطمتين. حابه تحط الطماطم في الاول برضو مش مشكله، المهم ان انا ما بحبش احط البصله غير بعد ما بشيل الرغوه بتاعه اللحمه. وطبعا فلفل اسمر، وبغطي عليها وبوطي عليها وبسيبها مع نفسها بقى، ما بحطش اللحمه غير قرب ما باجي اطفي عليها. خلاص اللحمه مع البسله بتبقى جميله جدا. انا بحب اي طبيخ بعمله بدق فص توم بعد ما الاكل بيستوي وبحطه في الاخر، وهتشوفوا الحته دي معايا في الاكل. تمام، هغطي على اللحمه واقول لكم ايه بقيه الحكايه. هنغطي على اللحمه واقول لكم هتعملي ايه لو معرفتيش تفرقي بين الخضره. قلتلك طبعا هتسالي. خلاص، في فرق بين البقدونس، في فرق بين الكزبره، وفي فرق طبعا، لان واحدة تانية برضو قالت ما كانتش عارفة تفرق بين الجرجير والسبانخ. بين الجرجير وايه والسبانخ. حصل ايه؟ كانت زعلت من حماتها. يا ترى ليه؟ هي واحدة عايشة مع حماتها، ما هياش يعني قد كده برضو في المطبخ، ما كانتش بتروح سوق قبل ما تتجوز. طبعا مامتها اللي بتجيب كل حاجة، هي بس ممكن تطبخ، ممكن تعمل عصاير هكذا، بس في حاجات طبعا تقيلة ما كانتش بتعرفها. وفي بنات كتير جدا جدا واكترنا ومعظمنا ما كانش طبعا بيروح يجيب حاجة من السوق قبل ما تتجوز. الاغلبية كانوا كده، قليل لو واحدة كانت بتروح السوق طبعا قبل الجواز. ودي حاجة كويسة على فكرة، علشان ما تجيش تتصدم بعد كده وتعمل ملوخية في المحشي. خلينا نعرف عملت ايه. راحت طبعا تتسوق، اول مرة هتتسوق، مبسوطة جدا ان هي خلاص بقت تجيب تسويقتها بايدها. راحت، وعلشان حماتها قالت لها انا بحب طبعا الجرجير على الفطار وكده، هاتيلي معاكي ربطتين جرجير. راحت جابت اللي في رأيها ان هو جرجير، وخلاص ومتسوقة وحماتي هتتبسط قوي. ان انا جبت التسويقة. قبل ما اكمل هقول لكم بس ان انا شوحت البصلة بحتة دهن كده. انا بجيب الدهن بتاع اللحمة وبقطعه حتت، بشوحه مع البصلاية، وبقوم نازلة بالبسلة زي ما انتوا شايفين، وبخلي الطماطم بعدها على طول، يدوب تاخد تشويحة بسيطة وبقوم نازلة بالطماطم. خلاص، دي طريقتي انا في البسلة، تشويحة البصلة مع الدهنة مع معلقة الزبدة. اول ما البصلة بدأت تصفر رحت نازلة بالبسلة مع الجزر. في ناس بتحط بطاطساية، بس انا مش بحبها. هسيب بقى البسلة مع نفسها واروح اكمل اللفت بتاعي. كان عندي لفت جايبه من السوق، قلت لما اعمله انا كان عندي المية الحمرة دي كانت مية لفت. انا بعمل شوية بشوية، يعني شايفين الطبق اللي انا عاملاه ده. قلت برميش المية، بسيبها بتبقى احلى. زي ما انتوا شايفين احمرت اول يوم، ما كانتش حمرة كده. الافضل لو انتي جبتي بنجر، بس انا للاسف ما كانش عندي البنجر. خلصت تقطيع اللفت. العروق دي في ناس طبعا بتحبها. انا المية دي انا حاطة فيها الملح وخل ومعلقة سكر، وكنت غالية المية بالليل قبل ما اعملها. وعلى فكرة هسيبهولكوا في صندوق الوصفة، انا عاملاه كامل من اوله لاخره. الطماطم عندي نشفت. هندخل هنا عند البقدونس علشان نعرف الفرق بين البقدونس والكزبرة. شايفين الورقة بتاعت البقدونس عاملة ازاي؟ شايفين؟ على فكرة انا قعدت فترة كبيرة على معرفة ان انا ازاي البقدونس من الكزبرة، لدرجة ان انا بسأل اللي انا بشتري منها انا عايزة بقدونس، عشان انا مش بعرف اساسا ان انا افرق ما بينهم، ما بين البقدونس والكزبرة. قعدت فترة كبيرة بصراحة على ما بقيت اعرف شكل الورقة بتاعة البقدونس من الكزبرة. هو ورقته بتبقى كبيرة شوية. وهقولك تعملي فيه ايه وصفة، بصي جميلة جدا للحصوات واللي عندهم املاح في جنابهم. بتبقى متركمة دايما الاملاح في الجناب، وبتعمل حصوات وحصوات كتير جدا. كلنا عارفين ان البقدونس ده مفيد جدا جدا للحصوات والاملاح والكلى، بينضفها بطريقة هايلة. انا هعملها معاكي عشوائي كده، مش هعملها جامد. يعني مش هزود المية واحطها على النار وكده، لان انا ما كنتش محتاجاها في الوقت ده. هي مجرد ان انت تجيبي كنكة عندك او اي حاجة انت بتعملي فيها
هتغلي فيها البقدونس، هتزوديها ميه عادي عادي خالص اكنك بتعملي اي وصفه، واول ما تغلي هتصبيها هنا وتحطي المصفى دي وتحطي معلقه سكر او من غير سكر، يا ريت الافضل لو من غير سكر، وتقومي مغطيه عليها بغطا زي ما انا عامله كده، وهتسيبيها لحد ما تدفى شويه، يعني ما تبقاش سخنه معاكي قوي، وهتقومي شرباها. يا ريت لو عملتيها كل يوم، لو عملتيها مره كل يوم صدقيني هتفيدك جدا جدا جدا. حلوه جدا اللي قلت لكم الحصوات، وان شاء الله هتفيدكم، بس جربوها. وده البقدونس تمام. اللحمه بدات خلاص استوت معايا. هسيبها بس شويه لان لسه هزودها ملح. هزود البسله شوربه وهسيبها برضو مع نفسها لحد ما تستوي، لان احنا كنا حاطين الصلصه الطماطم وسيبناها تستوي. انا هزود الملح وهسيبها دقيقه وهطفي النار عليها. هحط بقى عندي التوابل بتاعه البسله اللي هي الملح، عندي فلفل اسمر، كزبره ناشفه، كمون، بحط شعرة سكر، شعرة سكر. عندي دي توابل لحمة جميلة جدا، بجيبها من عند العطار يقوله عايزة توابل لحمة، سواء التوابل اللي بتبقى في البرطمانات او السبع بهارات. خلاص البسلة استوت عندي، بقوم جايبة فص التوم ده بهرسه، وبقوم حطاه في الاخر بعد ما تكون استوت معايا، بعد ما تكون البسلة استوت هتاخد لها بس تقليبتين على النار كده غلوة واحدة، وبقوم مطفيه عليها. هي خلاص استوت معايا كده. حطيت الفلفل، بقوم نازله عندي باللحمه، مش بحمرها لوحدها، لا احنا بنحب اللحمه كده تكون في قلب البسله. ممكن تقومي قلبها بقى زي ما هي كده في طاجن وتديها وش في الفرن تمام، بس احنا بنحبها كده بشوربتها، كل واحده على حسب ما بتحب اكلها. اللحمه لوحدها، الطبيخ لوحده، حابه تديها وش في الفرن عشان تبقى طاجن. عندي طاجن الفخار طبعا انا بستخدمه على طول، بس زي ما قلت لكم احنا بنحب الطاجن في الباميه مش في البسله. حابه تعمليه كده تمام. وانا بظبط بقى البوتاجاز هكمل لكم الحكايه بتاعه البنوته اللي راحت السوق. خلاص انتوا عارفين طبعا الترتيبات اللي انا بعملها طول ما انا واقفه، بقعد ارش كده الملمع اللي انا عاملاه ولمع في البوتاجاز طول ما انا واقفه، على ما يكون الاكل استوى معايا، علشان ما ركمش حاجه عليا، ما احسش ان الدنيا مكركبه قدامي. راحت مين اللي راحت السوق وحماتها قالت لها هاتيلي معاكي ربطتين جرجير. فجابت طبعا اللي هي معتقده انه الجرجير، وراحت ومبسوطه جدا. شوفوا انا سوقت، شوفوا التسويقه بتاعتي، شوفوا انا جبت حماتها قالت لها فين يا حبيبتي الجرجير اللي انت قلتي هجيبهولك؟ قالت لها ما هو قدامك، هو ده الجرجير. قعدت تضحك بقى، يا نهاري هو ده الجرجير، تصدقي ما كنتش اعرف بجد. الجرجير ده طلع بقى سبانخ. هي مفكره ان السبانخ دي هي دي الجرجير. ليه ما كانتش بتروح قبل كده السوق وما تعرفش الفرق، مع ان مامتها كانت بتجيب جرجير في بيتهم عادي وبياكلوه كل حاجه، بس لما واحده تروح تتسوق لاول مره بنبقى طبعا كلنا متلخبطين. فزعلت من حماتها وطبعا سابت البيت وزعلت جدا ان حماتها اتريقت ان هي مش عارفه الفرق بين السبانخ والجرجير. فكل واحده فيكم بقى تفتح كده اليوتيوب، تخش على صور الجرجير وصور السبانخ وتحفظ كل شكل من اشكال دي، علشان لما تيجي ينطلب منها حاجه تكون عارفه هي هتجيب ما تتلخبطش. وخلاص كده انا خلصت الفيديو، خلصت الاكل. يا رب يكون عجبكم والفيديو استفدتوا منه. احلى بسله وشوربه ولحمه ورز ان شاء الله هيعجبكم. بسم الله اللهم بارك. ما تنسوليش بلايك واشتراك، ومع الف سلامه. السلام عليكم.